اسمع الفيديو ده وابعته لكل اصحابك دلوقتي بدري عشان ربنا يكرمنا. لو ظهر لك فيديوهات العشر الاواخر وانت عملت سكرول، بالله عليك ركز في الفيديو ده، اعتبره اخر فيديو هيظهر لك. طب الحاجات اللي انا هقولها لك دي اللي انت تعملها كل يوم من دلوقتي، يعني من الوقت ده كده اهو تبدا تعمل كده كل يوم. اول حاجه لازم لسانك يكون ملازم دعاء اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لازم تفضل تدعي الدعاء ده، والدعاء ده اللي وصى بيه الرسول، لان انت مش طالب حاجه غير ان ربنا يعفو عنك. تصلي كل يوم الصلاه في وقتها، صلي الصلوات في وقتها وما تجمعش الصلاه مع بعض، لا صلي كل صلاه في وقتها وركز على النوافل. النوافل دي اللي هي السنن بتاعت كل صلاه. لو صليت النوافل في اليوم اللي هم 12 ركعه ربنا بيبني ليك بيت في الجنه. فلو صادفت ليله القدر شوف كام بيت ليك في الجنه. سوره الاخلاص 3 مرات، قل هو الله احد تقراها 3 مرات كل يوم. قيام الليل، يعني ايه قيام الليل؟ يعني تيجي قبل الفجر بساعه كده وتصلي ركعتين. صعبة؟ لا، الله سبحانه وتعالى بيتنزل للسماء الدنيا وبيقول هل من داعي فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له. مستني ايه؟ قوم كده قبل الفجر بساعة وصلي ركعتين، ان شاء الله ربنا يتقبل منك. بعد كده الصدقة، تخيل لو تصدقت في يوم، اليوم ده صادف ليلة القدر، شوف كام صدقة هتتكتب لك. طب عندك بعد كده الصلاة على النبي، تفضل تصلي كل يوم على النبي. خلي ليك ورد كده، انا مثلا هصلي على النبي 1000 مرة مثلا. صلي على النبي عشان ده سبب ان ربنا يكرمك. بعد كده عندك انك تصلي الفجر وتفضل تذكر ربنا من الفجر لحد طلوع الشمس. دي مهمة قوي، يعني ان انت تقعد من بعد الفجر تفضل تذكر الله، تسبح، تستغفر، تفضل تذكر الله لحد طلوع الشمس وتصلي ركعتين، اتكتب لك ثواب عمرة. ماشي. طب عندك بعد كده قول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقولها 100 مره. عندك بعد كده خواتيم سوره البقره، دي مهمه قوي. خواتيم سوره البقره اللي هو امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن، دي تبدا انك تقراها. عندك بعد كده تقول، والذكر ده مهم جدا، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ده الذكر ده اصلا ثوابه في العادي انت ما تعرفش قيمه ثوابه، طب ما بالك لو صدفت ليله القدر، فمهم جدا. عندك بعد كده ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عندك بعد كده اللهم انت ربي لا اله الا انت، ده سيد الاستغفار، يعني لو عايز تستغفر بس بالصيغه دي افضل صيغه. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. طب عندك بعد كده الدعاء ده دعاء التحصين او تاج التحصين، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. عندك بعد كده طبعا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تبدا تردد الاذكار دي كل يوم. طب عندك بعد كده تقول سبحان الله وبحمده يتغرز ليك نخله في الجنه. طب لو صدفت ليله القدر شوف كام نخله. بعد كده تقول وردد الذكر ده كتير قوي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. واخر حاجه تقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. تخيل كل حاجه من دول لو انت ذكرتها كل يوم وصدفت ليله القدر، شوف كم الثواب اللي هيتكتب لك. فانت تعمل ايه دلوقتي؟ انت هتجيب ورقه كده زي ما انا حاططها قدامي اهو، وتبدا تكتب كل اللي انا قلته لك ده، وتبدا تردده كل يوم، وتبعت الفيديو ده لكل اصحابك. بس اخر حاجه بقى ما تنساش انك تصلي على النبي. السلام عليكم. انتوا في منكم نوعين دلوقتي. في نوع من الطلبة وهو قاعد بيتفرج دلوقتي على الحصص، في نوع هو تعبان، او نقدر نقول النوعين هم تعبانين من الحصة دلوقتي عشان الحصة طولت معاهم، فهم الاتنين تعبانين، بس في فرق بينهم. في شوية منكم هم تعبانين ولكن مكملين وبيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم ما يفوتوش اي حاجة ويبذلوا اقصى جهد عندهم. وفي تانيين هيفكروا دلوقتي ان هم يفصلوا الحصة عشان هم تعبانين وان تركيزهم قل. تعرف ده هيروح فين وده هيروح فين؟ اللي هيحاول ان هو يشد على نفسه شوية وهيحاول ان هو يضغط على نفسه شوية وهيحاول ان هو يجي على نفسه بالمعنى الأصح، ده بإذن الله في طريقه كله وفي حياته كلها بعد كده، لأنه خلاص هو قدر إن هو يربي نفسه
ان هي تتعود على الحاجة الصعبة، ده اللي هيبقى الناجح بعد كده، وده اللي هيبقى القائد، وده اللي هيبقى صاحب البيزنس بعد كده، وده اللي هيبقى صاحب الشركة. التاني اللي هو عايز الراحة وكل ما يتعب يرتاح، ده اللي هتلاقيه بعد كده شقيان في حياته. لان اللي ما تعبش او ما تعودش على التعب، صدقني هيجي بعدين هو كده كده خلاص ما رباش نفسه على التعب، فهيجي بعدين وهيبقى بيدور على الراحة. وللأسف الحياة ما فيهاش راحة. ربنا سبحانه وتعالى قال لك ولقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني انت كده كده هتفضل في كبد. انت اخترت الراحة خلاص، يبقى انت اللي اخترت بإيدك. فانت قدامك طريقين، شوف انت عايز تروح هنا ولا عايز تروح هنا. وفي مثل كانوا بيقوله لنا في الجيش: إذا لم تستطع أن تقاوم فاستمتع. يعني انت كده كده مجبر على الثانوية العامة خلاص، وكده كده انت مجبر ان انت تذاكر. فطالما مش قادر تقاوم، حاول تستمتع بالمذاكرة، حاول تستمتع بالمذاكرة. اوعى تقول خلاص اللي ذاكر من الاول واللي ما ذاكرش. حبيبي، اللي عنده طموح اخر 3 شهور، اليوم بشهر من اللي فات، الدقيقة بساعة من اللي فات، لأن قمة تركيزك دلوقتي. عارف وقت بتبقى الناس كلنا صايمين، يا عم احنا صايمين الصوم الكبير، واخواتنا المسلمين صايمين صوم رمضان، كل الناس صايمة وتعبانة، بس أرجوكوا ده وقت إن احنا نشتغل مع بعض، ده وقت نشاط مش وقت كسل، ده وقت إن وأنا شغال إيه اللي يخليني وأنا شغال في الكهربية أراجع مع الحديثة، أراجع معاك في الكهربية. ليه بعمل كده؟ لأني عارف إن أنت محتاج تطمن، محتاج مع كل محاضرة تراجع درس قديم عشان تطمن، فبديلك المحاضرة الجديدة بتفاصيلها، ولم لك درس قديم بحل الأسئلة بتاعت الاسترشاد اللي جت عليه في ساعة، ساعة وربع، يبقى رجعت درس قديم معاك افتكرته، اطمنت ان انت ماشي كويس. عشان انا مقدر مشاعركم، عشان عارف كم الضغط اللي انتوا فيه، عشان عارف ان انت بيجيلك احاسيس ان انت ناسي كل حاجة وكل اللي ذاكرته في اول السنة راح. عشان كده عملنا معسكر، وبعد المعسكر قلت مع الرابع والحديثة اراجع كل الكهربية تاني، وليه شغلنا معاك. انا شخصيا بعتقد برضو ان السعاده في عدم الاحساس بوجود الافراد في حياه البني ادم. يعني لما تقعد مع واحد تلاقيه ما بيتكلمش عن ابوه، اعرف ان ابوه كويس. لو بيتكلم عن ابوه اعرف ان ابوه وحش. لما تقعد مع واحد تلاقيه ما بيتكلمش عن مراته، اعرف ان مراته كويسه. بيتكلم عنها كتير، اعرف ان هي وحشه. وكذلك الامر بالنسبه للست، ما بتتكلمش عن جوزها، اعرف ان جوزها مريحها ومدلعها ومنهنها وعامل لها كل الحاجات الكويسه. هو نفس الفكره كده في الحياه بالظبط. انا شخصيا بعتقد ان الجوازات اللي ما حدش بيتكلم فيها عن حاجه هي اكتر جوازات سعيده في الدنيا.